ولا بتديه على اي اساس؟ المفروض محمد رضا يجي ابن اي دكتور، ابن اي معيد بيتعلم من الورق من غير ما بيحصل وبيحصل. اللي بيحصل اقتصاد، هل الدكتور ده تاجر ولا دكتور جمال؟ بيبيع معلومه ولا احنا اللي ناخدها منه مكانها؟ لا، اللي بيحصل بره ان كل معيد بيدي كورسات دروس، يقول لك الكورس ب 500 جنيه وهنجحك. صح ولا غلط على الجميع؟ فين المساواة دلوقتي في العملية التعليمية؟ انت اللي محتاج تبقى طالب في مجال اي عمل. يبقى لازم تعالى نتكلم عن الدعم بتاع الكلية. احنا بيوصل لنا ايه كورسات مجانية. عايز حد يقول لي بيوصل لنا كورس واحد ايه مجاني؟ ايه الكورس اللي بيوصل هنا في الجامعة؟ الاي سي دي ال اللي هو ما بتدخلوش بيشجعك فيه بفلوس. دعم بتاع الجامعة بيوصل لملايين. يقول لك صرفهم على معامل. الكلية بتضرب فيها معامل. انا عايز راس تسيب المعامل في بناية التجارة. على اي اساس بتدفع في المعامل؟ فين المدرجات؟ اللي مقسمة فوق. اما المدرج في ناس بتقعد على السلالم في ناس بتقعد. بيحصل الساعة 8 والمحاضرة الساعة 9 بلاقيش المحاضرة المدرج ما بقاش مكفي الطلبة بنقعد على اي اساس؟ احنا دلوقتي عايزين حاجة واحدة بس، عايزين حقوقنا اللي عندهم، عايزين الكورسات المجانية، الدعم اللي بيوصل للجامعة، عايزين حقنا بكل درجات. لازم نقول كفاية. عايزين نبتدي صح. الثورة دي غيرت ناس، واحنا عايزين نغير للأحسن. عايزين نبني البلد، مش عايزين ناخد منها حاجة. احنا عايزين نفتح علمنا. الو. عليكم السلام. ازيك يا مان، عامل ايه؟ ايه انت؟ تمام، انت فين يا بنت؟ فين؟ ما انا واقف. انا عشان اطلع النتيجه بصح 100% برجعها كلها بنسبه. انا لو رجعت بس رجعت مثلا 5000 ورقه من 10000 ورقه اي لازم يطلع نسبه خطا، لكن انا عشان اطلعها بنسبه 100% برجعها بنسبه 100%. بس وكل ده اللي احنا دارسينه يعني. انت بقى انت ليه اصلا انا هطلع عليك شويه وهطلع. انت شايف ايه الاخطاء؟ انا شايف ان في نقطه هو نجيب اي حد لازم يكون له هدف حاجه زي كده. انا ممكن بالطلب ده ان هي تيجي بس كل الناس هتنجح. انت شايف وسعت اول النهارده يا عم مصلحة يا عم. وسعت اول كده ورا تم اي كلام جوه الجامعة. بقول لك ايه، انا لقيت ناس بتقول لي ان هو والله واقف قدام الأوضة عشان الوضع. طب ماشي تعالى بقى يا جماعه. دخل والله، تعال روح كده. بص طب بص انا عايز اقول لك على حاجه. انا نازل والله فين الدكاتره؟ فين المتخصصين وعندهم مشاكل؟ وليه امر؟ لا ده لو بالمنظر ده يبقى هم يعني لو ان في كميه ظلم بالمنظر ده يبقى ده قصاص من الثوره اللي قبل الثوره مين هم الشباب. بس مش بالمنظر ده ان الناس تبقى جايبه اصفار بص تلاقيه كان موجود من الاول، بس الناس ما كانتش بتتكلم عشان عارفه ان مش هيتعمل لهم حاجه، وكانوا بيخافوا ان هم لو اتكلموا يستقصدوهم بقيه السنين. حضرتك في شركات ثالثه وايه الموضوع برضه؟ اقل حاجه من الماده اللي جاي فيها اقل حاجه طبعا اهو مش هنمشي النهارده، هيجي لازم 16 على الاقل. ده 4
زي التاني رقم اسم صح؟ رقم غلط علشان الشمس النتيجة بتاعت السنة اللي فاتت التليفون بايظ، ما المشاكل دي كلها جنب عايز تصحيح بس في خلاص الدكتور مش هيصحح الالاف اللي عايز. المفروض التصحيح يتم من جانب التصحيح. هم في الجامعات ما بيعملوش كده. يقدر يصحح القرار المعيدين. هقول لك ما انا هقول لك على المعيد عنده مثلا بيعلموه على البيت هو في سنه رابعه عن النتيجه والدرجات والناس اللي بيظلمنا. ما هو في نجح مظلوم برضه. يعني في واحد مثلا المفروض ان هو يجيب تقدير يجيب 18 19 اللي جاب مقبول يعني. يديله 11. طب اللي جاب لو انت شايف نفسك ان انت المقبول بتاعتك دي مظلوم فيها المفروض تقف معانا. اللي مش قادر. سواء مظلوم بزياده يعني واخد درجات زياده عن حقك او مظلوم ان انت واخد درجات اقل من حقك. صحيح مش قادر يقف. لا يقف لان انت اللي هتجيب حقك لنفسك. يعني انت ما تعتمدش ان هو هيجيب لك حقك. لو هم صححوا الورق من تاني في ناس من ناجحين بس انت لا بس انت واخد حقك. هي دي الفكره. بس اقول لك على حاجه انت دلوقتي يا عم راجل ما حلتش تمام ما حلتش. استنى بقى ما حلتش ونجحت جبت 15 تمام. بس السنه الجايه حليت ممكن تاخد 2 ممكن تسقط. فانا اللي اقصده انت ما اتظلمتش السنه دي انت ما حلتش. بس على فكره انت برضه مظلوم لان انت ما حلتش واخد درجات مش من حقك تمام. بس انت تضمن منين ان السنه الجايه انت تكون حالل وتنجح؟ هي دي بقى الفكره ان احنا عاوزين الظلم. شكرا. بصراحه انا بيقول لك الدكاتره برضه هو العميد معاك هم دول دلوقتي خش يا معلم. خش الناحيه الثانيه عشان كده بيزعل. يا الحته دي زحمه برضه. تعالى نطلع